كان هناك شاب يدعى سفيان من المغرب يسير على طريق جبل تبقال. عندما تعطلت سيارته فجأة كانت الرياح تعصف والأمطار تتساقط بغزارة، مما جعله يشعر بالخوف والقلق. بعد أن حاول جاهدا إصلاح السيارة دون جدوى، قرر سفيان أن يلجأ إلى الجبل بحثا عن مأوى. تسلق المنحدرات وقد بدأ الإعياء يسيطر عليه حتى وجد كهفا صغيرا. كان المكان مظلما وباردا، لكنه كان أفضل من الجلوس في السيارة. استلقى على الأرض وأغلق عينيه محاولا النوم، لكن الهدوء كان مضللا. استفاق سفيان على أصوات صراخ تشعره بالقشعريرة. فتح عينيه ليجد أمامه رجلا طويلا ونحيفا يلبس عباءة سوداء تغطي جسده. كانت ملامحه مشوهة وعيناه تضيئان في الظلام كالنار. نظر إليه سفيان بشدة، ورغم شعوره بالفزع فصرخ بأعلى صوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدأ في الهرب متجها نحو سيارته، بينما كان الضباب يحيط به